وهم كفر، هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين، ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون أهل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب وما أنهم معصومون ويعبدون من دون الله في الاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم. هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة النعتية ويقال لهم الجعفرية ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، وهم من شر الطوائف. وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية. هؤلاء باطنية في الباطن، يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، ويرون الصحابة كفار ارتدوا عن الإسلام، إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وعمار